صباح الورد والفل والياسمين على حبايبي الحلوين، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. لو اول مرة تشوف القناة اضغطي على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تضغطي لي لايك فضلا وليس امرا. النهارده بقى يا حبايبي روتين تكملة زي ما انتم عارفين، تكملة للدراسة والاستعداد للدراسة. انا بستعد من دلوقتي، يعني تقريبا كده في حالة من الطوارئ عاملاها في البيت، ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلص كل الشغل العميق في الشقة. يعني بحاول ان انا ارتب الدنيا، بس ببدأ الاول بالروتين اليومي بتاعنا اللي هو في الصبح، يعني مثلا والولاد نايمين اروق الصاله بسرعه كده قبل ما العيال يصحوا. يا دوب هكنس السجاده واكنس وامسح الحتت اللي باينه من الارض يعني، وخلاص كده. وامسح الترابيزه لان انا ساكنه في الدور الارضي والتراب ما شاء الله يعني مبهدلني. فعشان كده بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلص الاول روتيني اليومي، وبعدين بقى ابدا في التنظيف العميق. باحاول على قد ما أقدر إن أنا أنجز الحمل والولاد وكده، يعني كلّه مع بعضه، كلّه مع بعضه، فربنا إن شاء الله يساعدنا. فأنا باخلّص روتيني الصباحي كده، كنت مشغّلة قرآن وبدأت في الصلاة الحمد لله إلى حدٍ ما مترتبة، يعني ما فيش لعب كتير في الأرض. وما شاء الله الولاد صحيوا على طول. زي ما قُلت لكم باحاول أصحّيهم بدري، باحاول أنيّمهم بدري عشان كمان يصحوا بدري لوحدهم. يعني باحاول أضبّط نومهم زي ما قُلت لكم الفيديو اللي فات في الاستعداد للدراسة، إن أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أضبّط نوم الولاد من دلوقتي، لإن فجأة هتحاولي تضبّطي لهم نومهم مش يعني هتحاولي على قد ما تقدري، مش هيرضوا. تمام. هم غصبٍ عنهم اتأقلموا على كده. فأنتِ حاولي على قد ما تقدري من دلوقتي تضبّطي نوم الولاد، لإن فجأة كده هتبُصّي تلاقي المدارس دخلت خلاص. تمام. كمان حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تدوّري على منظمات اللي هي تضبّط لِك الدنيا معاكِ. يعني ت ت لعابهم في مكان، كراريسهم في مكان، كتبهم في مكان، أي حاجة، كل حاجة في مكانها. زي ما قُلت لكم يا حبايبي، حاولي على قد ما تقدري تضبّطي كل حاجة وتنظّميها، عشان التنظيم ده هو اللي بيخلّيكِ تنجزي في ترتيب بيتِك. يعني طول ما الحاجة منظمة، طول ما أنتِ ليكِ نِفْس إنِّك أنتِ تشتغلي في شقتِك، وليكِ نِفْس إنِّك أنتِ تخلّصي، وبتخلّصي بسرعة. تمام. فعشان كده حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تتخلّصي من أي كراكيب عندِك في البيت وتنظّمي مكانِك. بالمرّة كده وأنتِ بتتخلّصي من الكراكيب، حاولي تتخلّصي من الناس المُحبطة، يعني دول اعتبريهم من ضمن الكراكيب. الناس اللي تقول لِك هتبدئي من دلوقتي تنضيف، الناس اللي تقول لِك دخّلي كلامهم من هنا طلّعيه من الناحية التانية. الناس اللي تقول لِك هو إحنا هنبطّل تنضيف، الناس اللي بتقول لِك إحنا شغّالين في رمضان وشغّالين قبل رمضان وشغّالين في رمضان وشغّالين على العيد وشغّالين قبل المدارس وبعد المدارس. يا جماعة إيه، التنظيم برضه بيدّي راحة نفسية لكل واحدة. يعني حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ لمّا تنظّمي هتلاقي راحة نفسية، وخصوصًا الكراكيب، خصوصًا لمّا تتخلّصي من الكراكيب، عشان دي كانت عاملة لي عقدة نفسية بصراحة. بس يا حبايبي، فأنا حبيت آخُد حاجة يعني على قد ما أقدر، لإن الظروف طبعًا بتتغيّر. واحدة ومعاها يعني أنا معايا ولادي وحامل وكده، فباعمل على قدّي بصراحة. خدت ضرفة الملايات رتّبتها، وزي ما قُلت لكم أنا باشيل المفرش بتاعها وأضبّطه واغسله الأول واسيبه ينشف، يعني مش بياخد معايا ثواني. هنا المفرش بتاع مقطوع يعني، بتاع الدولاب بتاع الرف ده، فحاطة له الsticker اللي كان الsticker اللي كنا بنحطه على الرخامة. تمام. ورتّبت كمان العبايات بتاعتي، ورتّبت بصوا المنظر أساسًا بيدّي راحة نفسية. لمّا تخلّصي كل حاجة وراكِ هتحسّي براحة نفسية. ودي الفوط بتاعتي، ودي كانت القمصان يعني. بصوا المنظر لوحده هيحسّسِك إن أنتِ كل يوم عايزة تنضّفي. بس كده يا حبايبي. فحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تضبّطي الدنيا وتضبّطي أمورِك قبل دخول المدارس. عشان بعدين فيما بعد لمّا تنضّفي تحسّي إن الدنيا رايقة. لمّا سجادة تتوسخ تغسليها على طول. لمّا رف يتكعبل معاكِ يعني تعمليه على طول. ما تحتاجيش بقى إن أنتِ عايزة تقلبي الشقة كلّها والولاد عايزين يذاكروا وال أصل أنا معايا أطفالي بيذاكروا وكلام من ده، فعشان كده مش فاضية أنضّف وما بتعرفيش تنظّمي وقتِك. التنظيم أساسه إن أنتِ تتخلّصي من كراكيبِك وتتخلّصي من الناس المُحبطة وتخ وت
وتنظمي المكان اللي انت فيه. طول ما المكان اللي انت فيه منظم، طول ما الراحة النفسية موجودة، طول ما انت دماغك مرتاحة نفسيا. طيب دلوقتي انا بحضر الغداء، جبت كيلو سمك فبغسله، غسلته ونضفته وكده، وبحط التوابل بتاعتي. طبعا بصل بودر، توم بودر، كمون، كزبرة ناشفة، شطة، فلفل اسود، ايه تاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت ليمون، حطيت الهريسة بتاعت الفلفل، الهريسة الشطة يعني، مش الشطة، هو الفلفل الأحمر ده. بصراحة كانت ماما عاملة لي الخلطة يعني وكده، وحطها عندي في الفريزر، وبستخدمها مع السمك، بتدي طعم تحفة. كمان حطيت ايه تاني، قلت بالثوم باودر وبصل باودر. طيب هتبلهم واسيبهم اكتر يعني، بس قبل ما تتبليهم، قبل ما تحطي التتبيله دي، يا ريت تملحي السمك الاول، تملحيه بملح بس، حطي له ملح وسبيه على الحوض مثلا شويه، في المصفايه على الحوض وسبيه. تمام، هينزل اي حاجه فيه، وكمان هياخد تطعيمه الملح كده، اللي هو يكون مملح مش عادم. فانت حاولي تعملي الموضوع ده، هتلاقيه فرق معاكي قوي. بس حبايبي كده، هتبله واسيبه اسيبه حوالي ساعتين 3 براحتك يعني، عايزه تبيتيه في التتبيله تمام، مش هيجرى اي حاجه. تمام. التتبيله دي عايزه اقول لك تحفه تحفه تحفه، جربيها مش هتندمي. هنا بقى حطيت نص كوبايه، يعني 3/4 كوبايه من الدقيق، وحطيت عليهم معلقتين نشا صغيرين، وكمان هحط عليهم معلقه من البقسماط الكبير، معلقه كبيره. وكمان هحط ملح، وهحط توم باودر وبصل باودر، بس مش هحط كمون، ولا هحط كزبرة، ولا هحط اي حاجة تانية، ولا فلفل حتى اسود، عشان حسيت انه بيدي طعم مش حلو في الدقيق بتاع السمك. فانتي جربي التتبيلة دي هتعجبك قوي. هقلبهم مع بعض واركنهم برضو على جنب. وقت ما يجي التحمير هتكون حاجتي كلها جاهزة، ومش محتاجة اي تفاصيل يعني. هركنها برضو على جنب، ومش هشتغل دلوقتي يعني، انا بشتغل قبل جوزي ما يجي بساعة، عشان الاكل يكون سخن سخن وكده. تمام. بعدين بقى هجهز حاجة السلطة، بنجراية وفلفل وطماطم، وكمان الكرنب البنفسجي ده، الكابوتشا. بصوا انا بعمله ازاي، بحطهم كلهم بحطهم كلهم في ميه وخل، بسيبهم شويه يعني، بسيبهم اكتر من ساعه، عشان البنجر كمان فيه حاجات كده، طينه وكده يعني، فبتقعد فيه فتره اكتر. فانتي على قد ما تقدري حاولي ايه تخليهم شويه يعني في الميه والخل. وبعدين وقت ما تشطفيهم مرتين، هتلاقي الدنيا كلها نظيفه معاكي. بس جهزتها وخليتهم كده على الحوض، وبعدين بقى دخلت، كان خلاص ميعاد الغدا استوى، ميعاد الغدا جه يعني وكده. بعدين رحت عملت بصلة، قطعت بصلة صغيرة كده، مش كبيرة، عشان خاطر على حسب الكمية اللي عندك يعني. أنا استخدمت كوبايتين من الرز، مع بصلة صغيرة. عايزة تستخدمي بصلة كبيرة تمام، مش عايزة براحتك. الرز بتاع السمك معروف ان لازم يتحط له بصل، واحيانا مش بعمله ببصل اصلا، بس بعمله ببصل وقت ما يكون لي مزاج يعني. هنا حطيت البصل وحطيت الملح وحطيته على البوتاجاز، هسيب البصلة لحد ما تتشوح معايا حلو. بس حبايب قلبي كده، وبعدين بقى هحاول اظبطهم. حاولي كمان، من ضمن الاستعداد للدراسة، ان انت قبل ما تنزلي تشتري حاجة المدرسة، طلعي حاجة لله. هتبصي تلاقي الدنيا كلها اتفتحت لك، حتى لو الاسعار غالية، هتبصي تلاقي الدنيا اتسطرت معاكي بطريقة كويسة يعني. فكري يعني ما تفكريش فيها، جربيها. انزلي قبل ما تنزلي تروحي مكان، طلعي حاجة كده لله، هتبصي تلاقي الدنيا كلها ظبطت معاكي. هتلاقي اماكن بتديك الحاجة كده يعني بأسعار حلوة، هتلاقي الدنيا اتسطرت معاكي بأي طريقة يعني. جربيها هتلاقيها مختلفة. وانت ما كنت نازلة السوق بتعملي الموضوع ده، لا اعملي برضو الحركة دي وانت نازلة برضو، تشتري لبس المدارس. مع إضافة كمان ان انت حاولي تسألي على العروض، وتسألي على الأسعار الحلوة.
فهماني؟ دوري في كذا مكان هتلاقي، ما تنزليش على مكان معين وتروحي تشتري مني. تمام يا حبايبي؟ طيب الاستعداد للدراسة ايه تاني؟ استعداد للدراسة ان انتي بتحاولي تذاكري للولاد من دلوقتي، اللي هو تدي لهم فكرة عن الدروس بتاعتهم، يعني تقعديهم معاكي كده كل يوم عشان خاطر يتعودوا على المذاكرة. لان الولاد لما بيكونوا طالعين من الاجازه داخلين على على المدارس على طول مش بيركزوا، لا، انت اديهم فكره عن الدراسه، اديهم فكره عن الدروس بتاعتهم. خليهم كده، عشان برضو ايه يدخلوا العام الدراسي الجديد بحماس. فاهمني؟ فحاولي على قد ما تقدري ان انت ايه تديله كده، تديلهم اهتمام يعني، وتكلميهم اكتر عن المدرسه، خصوصا لو كان طفل سنه اولى ابتدائي. كلميه اكتر عن المدرسه، هتعمل ايه في المدرسه، جبت لك لبس المدرسه، خليه هو اللي يختار لبس المدرسه، وريله المدرسه، يعني حاولي تمشي من ناحيه المدرسه ولا حاجه، ووريله المدرسه مثلا بتاعته. فاهمني؟ فالدنيا هتتظبط معاه، خصوصا طفل اولى ابتدائي. حاولي على قد ما تقدري كمان تديله تفكريه بالدروس، يعني في ناس بدأت دروس وفي ناس لسه، وفي ناس هتأسس في البيت، فانت حاولي تفكريه بقى بدروسه، تفكريه بحاجته، خلي بالك من حاجتك، مش عارفه ايه، من دلوقتي افضل، عشان برضو ايه، ما يعني يكون في مساحة. بس يا حبايبي كده انا خلاص خلصت الغدا اهو، ما شاء الله السمك والرز بتاعي جاهز اهو. وكمان عايزه اقول لكم الطبق السلطه الفظيع. طبق السلطه ما بتحطش، مش بتحطي له غير الليمون والملح بس، مش بتحطي له كمون ولا كزبره ولا حاجه، لانه بيغير طعمه، مش بيمشي مع البنجر والكرنب وكلام من ده. فانت مش هتضيفي له غير الليمون والكمون الليمون والملح وبس كده. تمام يا حبايبي؟ ان شاء الله يا ريت ما حدش ينسى الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكم وببقى مبسوطة معاكم خالص وانا بعمل معاكم الفيديوهات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.